السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة، السيد وسيط المملكة، السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل ممثل السيد وزير العدل، السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد المفتش العام للشؤون القضائية، السيد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد والي جهة الرباط سنة القنيطرة، السادة المسؤولون القضائيون بالدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة، السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط والسادة أعضاء مجلس الهيئة المحترمين، الحضور الكريم كل باسمه وصفته وما يجب له من تقدير واحترام. يغمرني إحساس عام بالغبطة والسرور، ويجتاحني شعور بالفخر والحضور أن أرحب بكم أصالة عن نفسي ونيابة عن قضاة النيابة العامة وموظفيها في هذا اليوم الأغر، وفي محراب هذه المحكمة ذات التاريخ العريق. ومحطة هذا اليوم هي محطة للوقوف على ما حققناه جميعا خلال سنة 2024. إن هذا الحدث السنوي الهام والتقليد القضائي الراسخ الذي يحمل دلالات عميقة وهامة هو في ذات الوقت تعبير بتجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد، هو الاهتمام والحرص على المساهمة في الشأن القضائي باعتباره شأنا مجتمعيا وورشا إصلاحيا كبيرا وحصنا منيعا لدولة الحق والمؤسسات وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، وبالتالي محفزا للتنمية. فبالأمس قريب أعطى سيدنا منصور بن الله القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين إنه المولوي السامي للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يرمز للمكانة بافتتاح السنة القضائية بمحكمة النقد، وهو ما يرمز للمكانة التي يحظى بها قضاة المملكة الشريفة لدى السدة العالية لله، مكرمة ملكية لا نملك إزاءها إلا التضرع للعلي القدير أن يحفظ ملكنا الهمام ويعينه ويسدد خطاه ويوفق مسعاه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حضرات السيدات والسادة، يسعدني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة على تفضلهما بحضور مراسيم هذا التقليد القضائي الراسخ، فلكم منا جميعا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الاهتمام والتشريف. كما أنتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي وباسم كافة قضاة النيابة العامة للدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة لجميع الضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم هذه الجلسة الرسمية. فبكل اعتزاز وتقدير يطيب لنا أن نفتتح هذه السنة القضائية الجديدة منتشين بالعناية الملكية تجاه القضاة ومستنيرين بتوجيهات جلالته الرشيدة بمناسبة ذكرى عيد العاشر المجيد يوم 30 يوليو 2013، والذي جاء فيه ما فتئنا متولين أمانة قيادته الشعبي العزيز أن نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار. إنسان الملك السامي. حضرات السيدات والسادة، لقد اختارت محكمة الاستئناف بالرباط أن تعقد جلستها الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة تحت الشعار الذي اعتمدته محكمة النقد، ألا وهو فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية.
وذلك لما تمثله الفعالية القضائية من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والضمان. السنة القضائية لسنة 2025. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة المحترمون، سيادة الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدب لمجلس أعلى للسلطة القضائية، سيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، رئيس النيابة العامة، أصحاب السعادة، السيد ممثل وزير العدل، السيد والي جهة الرباط الصالح قنيطرة، السادة أعضاء المجلس على السلطة القضائية، السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد وسيط المملكة، السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد الأمين العام للمجلس على السلطة القضائية، السيد المفتش العام للشؤون القضائية، السادة عمال صاحب الجلالة على عمالة تمارة صخيرة السالة الخميسات، السيد رئيس مجلس جهة الرباط الصالح قنيطرة، السيد قائد الحامية العسكرية، السيد قائد جهوي الدرك الملكي بالرباط، السيد والي الأمن، السيد قائد جهوي الدرك الملكي والخميسات، السيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والقضاة وموظفي وزارة العدل، السيد نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الرباط، السيدات والسادة المسؤولين القضائيين والإداريين والمدير الفرعي، السيد وكيل القضاء المملكة، السادة النقباء، حضرات السيدات والسادة، كل واحد باسمه وصفته والاحترام الواجب له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنعقد هذه الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تحت شعار فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية، وذلك تبعا للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والإذن الصادر عن السيد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 15 يناير 2025، وهي التفاتة ملكية سامية تجسد في دلالاتها الرعاية المولوية والعناية الموصولة لأسرة القضاء من قبل جلالة حفظه الله، والتي تعتبر مصدر فخر واعتزاز وتحفيز لها على المزيد من العطاء. السادة الأفاضل، يسعدني أن أرحب بكم وأعرب لكم عن خالص الشكر والامتنان لتشريفكم لنا بالحضور لهذه الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح سنة قضائية جديدة، بالرغم من انشغالاتكم والتزاماتكم بمشاركتنا هذا التقليد القضائي الراسخ الذي يعبر عن الإيمان برسالة القضاء وتشريفا للقائمين بشؤونها وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم باعتبارهم حماة العدل، فشكرا لكم جميعا. إن انعقاد هذه الجلسة الرسمية يعتبر تقليدا راسخا دأبت عليه الهيئة القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، وتبرز فيه الجهود المبذولة من طرف قضاة الدائرة القضائية لهذه المحكمة، كما تشكل مناسبة لتقييم العمل القضائي وظروف إسداء الخدمات القضائية للمرتفقين، والآليات المعتمدة في التحديث والرقمنة في تدبير شأنها، وكذلك تحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والوقوف من جهة أخرى على المؤشرات السلبية التي أثرت على المنظومية، قصد إيجاد السبل والآليات الكافية لتجاوزها، وكل ذلك بهدف إرساء الأسس السليمة للممارسات القضائية الفضة التي تساهم في تحقيق النجاعة القضائية والأمن القضائي المنشودين، كما تعتبر مناسبة لمد جسور التواصل مع جميع الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة. حضرات السيدات والسادة، إن هذه المحكمة وكما سبق الإشارة